السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزة تجددي في وصفات أكل لإفطار يوم الجمعة، تعالي شوفي معايا الوصفة دي وإن شاء الله يا رب تعجبك. عندنا هنا بطاطسيتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، طماطميتين برضو متقطعين صغيرين، عدد 5 بيضات وعليهم نص معلقة ملح فلفل، وعندنا بصل متقطع مكعبات وفلفل متقطع مكعبات، والتوابل بقى اللي انت تحبيها والموجود عندك في البيت، كركم، كاري، ملح، فلفل الموجود. هننزل بمعلقتين كبار من الزيت في طاسه على النار، واول حاجه هنسويها اللي هي هتاخد سوا معانا هي البطاطس. زي ما انتم شايفين كده نزلت بكميه البطاطس بعد ما غسلتها وصفيتها كويس، وادي التوابل بتاعتنا هنقلبهم كلهم على بعض. وكل ما بننزل بنوع خضار هننزل برشه من التوابل عليها علشان يطعم ويبقى طعمه حلو يعني. بس كده ده اول حاجه البطاطس من غير ما ازود لها ميه ولا اي حاجه، ههدي عليها واسيبها كده تستوي بالبخار على هادي، وكل شويه بس هقلبها. هي قدامنا هي ولا لزقت ولا اي حاجه لان هي متنشفه كويس. وادي البيض بتاعنا، طبعا على حسب عدد اسرتك هتعملي البيض. دول 5 بيضات هنربهم، طبعا منساش الملح والفلفل علشان الزفاره. كده البطاطس بتاعتنا استوت، مش هننزل عليها بقيه الخضار علشان ما تتهريش اكتر من كده، لا هنفضيها في طبق ونسيبها على جنب لغايه ما نرجع تاني لنفس الطاسه ونسوي فيها بقيه الخضار. كده نفس الطاسه بتاعتنا بنفس كميه الزيت هننزل بقى بالبصل. دول بصلتين متوسطين متقطعين مكعبات زي ما احنا شايفين، هنبتدي نشوح فيهم شويه لغايه ما يدخلوا في السوا. واحنا بنشوح برضو ما ننساش نص معلقه صغيره من نفس التوابل اللي احنا قلبناها على بعض هنتبل بيها البصل بتاعنا. لما يوصل للمرحله دي هننزل بالفلفل الرومي، او لو انتوا تفضلوا الفلفل الحراق مفيش مشكله، يدبل شويه. وبعد كده اخر حاجه هنزل بالطماطم بتاعتنا اهوت زي ما انتوا شايفين. هنشوح كل الخضار دوت كده على بعض، وبرضو رشه التوابل، وهنغطيهم ونسيبهم لغايه ما يتشربوا من بعض ويتسبكوا شويه. هنا بقى انا هنقل كل المكونات في طاسه اكبر علشان الكميه كده طلعت كبيره على الطاسه صغيره. هزود بس معلقه صغيره او معلقه كبيره من السمنه، وممكن برضو نزود زيت عشان بس البيض ما يلزقش، مفيش اي مشكله، المتاح عندنا نعمل بيه. كده انا ضفت كل الخضار على بعضه، البطاطس والفلفل والطماطم والبصل، هنزل بيهم بقى في الطاسه وهفردهم بالشكل ده لان انا خلاص كده مش هقلب تاني علشان ما يتهريش. وبعد كده اهوت نزلت دلوقتي بالبيض عليها، نزلت بكميه البيض ووزعته كويس جدا، واخر حاجه رشه التوابل تاني. وخلاص كده البيض صينيه البيض استوت، ممكن نقلبها مفيش مشكله او نسيبها زي ما هي. حطيت بس كده رشه خفيفه من البابريكا من فوق الوش ورشه صغيره من السمسم، وده شكلها النهائي. طبعا طعم الخضار مع البيض تحفه جدا، ده غير الفوائد الكتير اللي فيه. وطبعا ما ننساش في فطار يوم الجمعه الطبق الرئيسي هو طبق الفول. انا هنا عملته بالمرتة بتاعت السمنه البلدي، طبعا طعمه بيبقى تحفه جدا، ناس كتير عارفاه وناس ما تعرفوش. وده فطارنا كان يوم الجمعه، ان شاء الله يا رب يعجبكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.